تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم طريقة عجوة جميلة جدا، تنفع فطار تنفع عشاء، جميلة جدا ورهيبة. ايه رأيكم فيها؟ تمعنوا كده وشوفوا الشكل والجمال والروعة والشكل الخطير ده. ريحتها جميلة جدا لأنها بتبقى معمولة بالسمنة الفلاحي، جميلة جدا فوق ما تتخيلوا. تاكلوها زي ما قلت لكم فطار غدا عشاء. في ناس كمان بتعملها بطريقة تانية، حابة أقول لكم عليها بعدين. المهم تمعنوا شوفوا الطريقة دي، ليها كذا طريقة هنعملها مع بعض. يلا بينا نشوف المكونات بتاعة الطريقة دي. عندي طبعا دقيق، دول 3 معالق دقيق، ربع كيلو عجوة. يلا بينا نشوف هنعملهم ازاي. هنجيب عندنا صينية ألمونيا. طب ليه صينية ألمونيا أو مقلاية ألمونيا؟ علشان خاطر انت كل شغلك هيبقى بالشوكة، وهتحطي معلقتين سمنة فلاحي كبار، لأن الطريقة دي مغذية مقوية مشبعة، فيها قوة فيتامينات وحاجات كده يعني. ما شاء الله ما شاء الله، جميلة جدا ومغذية للأطفال بالذات أيام المدارس. يلا بينا كده ننزلها بقى، والمذاكرة والدنيا دي بصوا هي رهيبة، لو كلتيها كنت كل يوم روعة جدا ورهيبة. هنبدأ بقى بعد السمنة ما تسيح ننزل بالعجوة. تبدأ العجوة كده تسيح معاكي وتهرسي فيها، تلاقيها بدأت تلين كده ولينة طرية تحتيكي. ايه روحي نازلة عليها بقى كم معلقة دقيق اللي قلنا عليهم 3. ماشي، وابدأي بقى ايه ادعكي كله ببعضه. عايزاكي الدنيا دي كلها مع بعضها تمسكيها تشربيها ببعض وتخليها بصوا كلها كده مع بعض جميلة جدا. قلبي 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 كده وبالشوكة وادعكي، دي اهم خطوة لازم تعمليها. قلبي قلبي وادعكي وهرسي على قد ما تقدري، لازم تشربيها كلها ببعضها وتخليها كلها كيان واحد. ماشي يلا. طبعا السمن البلدي طبيعي، العجوة طبيعية. حبة الدقيق حطيهم دقيق كامل الحبة، اللي هو الدقيق البر بالعربي، او دقيق الشوفان، كله هيديكي نفس النتيجة وتبقى جميلة جدا ومغذية. يلا بقى اعملي اعملي اعملي، انا عايزاكي بس تعملي وتخلصي. شدي حيلك كده، هي بتاخد وقت ومجهود بس الطعم والنكهة بتاعتها ما اقولكمش، ده كفاية الريحة دلوقتي. الدقيق بقى بدأ يتحمس كده مع السمنة الفلاحي مع العجوة، ويدونا بقى شوية فيتامينات يا الله ما تتخيلوهاش. يلا بينا نهرس ونقلب ونجمع مع بعضينا. بصوا جمعوا كده البلح والتمر والدقيق والدنيا، عايزة كله ترس مع بعض. يلا خلصتها وخليتها كيان واحد. تعالوا بصوا 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 بصوا، ما شاء الله تبارك الله، جميلة جدا، ريحتها رهيبة، طعمها خطير. بصراحة دقتها، اقول لكم ما دقتهاش، واول طبق غرفته كده قلت اوريه لكم. عملت عندي طبقين على فكرة نفس الكمية دي، جميلة 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 جميلة. وريحت، عايزة اقول لكم الولاد خلاص مش مستنيين، شباب بس مش مستني، الشباب عايز يغطس في الحتة دي. ما شاء الله تبارك الله، روعة جدا جدا جدا. بصوا 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 في قلبك، رهيبة 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 رهيبة. مش بتحطوها في المعدة، ده بتحطوها في الحتة كده في حتة القلب الطرية. رهيبة جدا، طريقتنا مغذية جميلة جدا للولاد، جربوها رهيبة والطعم حكاية.